السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك الشيف مجدي الحسيني في فيديو جديد. النهارده كنا في اسكندرية وفي ايفنت الأكل الصحي، مسابقة الأكل الصحي، وكان ايفنت جميل جدا وكنت شرمت في التكريم فيه. وكان ايفنت فيه مجموعة من الشيفات ومجموعة من المتسابقين، وكان في لجنة تحكيم مميزة جدا من الشيف هشام والشيف عبد المنعم والشيف رشا. وكان فيديو جميل، يعني كان ايفنت جميل. وبعض انواع الاكل او نقول معظمها كلها معظمها كويس وجيده. فيها الاكل البارد، فيها الاكل السخن، وفيها انواع الحلو، وكلها فيها اطباق مميزه. وفي ناس فازت طبعا بالمركز الاول، وفي ناس بالثاني، وفي ناس في الثالث. هم 3 اطباق في الحلو و3 اطباق في الحادق. المفروض ان هو الحادق 3 والحلو 3، وفعلا في ناس فازوا وخدوا، في ناس خدت رابع وخدت خامس، لكن اللي كانوا فايزين 3 و3. كان ايفنت جميل واكل مميز، وهو بيتكلم عن الاكل الصحي، معظمه اكل صحي ومعظمه اكل بدقيق الشوفان وبالشوفان وبعض انواع الفاكهه والمكسرات. يعني هو اكل صحي بعيد عن الزبده وبعيد عن الحاجات المهدرجه. ودي لجنه التكريم طبعا كرمت المتسابقين بالطبق الاول وبالطبق الثاني وبالطبق الثالث. وكان يوم ممتع ويوم جميل، وكان في تبادل للاراء من بعض الشيفات اذا كانوا من ستات او من رجاله. فكان في بعض الاراء وبعض تبادل الاراء وبدل الراي، وازاي نوصل باحسن اكل للاكل الصحي واكل الرجيم. ويعني كان ايفنت جميل وايفنت كويس من الحلو ومن الحادق. وزي ما انتم شايفين الاطباق جميله كلها، معظمها في الكيك وفي التورت وفي السبليهات، حاجات بالشوفان وبالزبده الطبيعي. هم اتكلموا قالوا الزبده الطبيعي افضل من الزبده المهرج، من الزبده المهدرجه او السمنه الصناعي او كده. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. كان معكم الشيف مجدي الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.